النهارده اجازه. ايوه يعني تفرحوا بقى وتقولوا هي. النهارده اجازه. نعمل ايه بقى في الاجازه يا انسه؟ كنت عايزه اقول انه بدل ما انت قاعده في امان الله كده والشيطان يقول لك يلا يا ست قومي اتطلقي، لا. لا لا. طبعا لا والف لا، ما تخليش الشيطان يقول لك اتطلق، يقوليها من نفسك. وعادي خطيبي يديني حقن عضل؟ اي يعني الشيطان لا مؤاخذه انصح منك فيها قوليها. لا. لا ما تقوليش لا، قولي عايزه اتطلق. عايزة حد يعمل لي مساج في شعري. بصي، بدل ما تقولي عايزه اتطلق اعملي حاجه مفيده زي مثلا. قومي اعملي لجوزك كده كيكه زبادي. عارفه كيكه الزبادي؟ وهاتي له كده حتتين كبار. انا عايز اقول لك ان اخر مره اكلت زبادي كنت في ثالثه ابتدائي لما عملت عمليه اللوز. بتزلط وجميله. بلاش زبادي، افترض ما عندكيش مثلا دقيق. وهاتي له كده حتتين كبار. اكيد عندك زبادي وعندك دقيق. المفروض يكون عندك رز ودقيق وزبادي، انت المفروض فاتحه في المطبخ سوبر ماركت. دجاج. طيب سيبك من الزبادي، اعمل حاجه تاني. لو صعب عليكي بلاش، قومي اعملي لك طبقين رز بلبن كده ورشي له عليهم زبيب. يا سلام. الله. انا عارف ان انت لا عندك لا دقيق ولا زبادي ولا رز بلبن، مش مهم. الانسه ياسمين هتجيب لك برضه حل. الحل اللي بعد كده. الله. هاتي له شويه لب وشويه سوداني ومكسرات. وبعدين تطلعوا بيهم على جبلية الجرود. طبعا يعني شوية لب وشوية فول ومكسرات هتروح بيهم فين غير جبلية الجرود؟ لا. طيب أهم حاجة بقى لما تجيب اللب والفول والسوداني والكلام ده، أهم حاجة في الرصة ترصيهم إزاي بقى؟ حطيهم له كده جنبه بترصيصه كده، يحس كده ان في اداء في الحاجات. والمحتاجات. أيوة طبعا يا جماعة، يعني أنا ما أعرفش يعني إيه هذا التعبير البليغ الفصيح يكون فيه أداء في الحاجات. يحس كده ان في اداء في الحاجات. بس طالما قالته الآنسة ياسمين يبقى مش هبد، يبقى بلاغة. حطيهم له كده جنبه بترصيصه كده، يحس كده ان في اداء في الحاجات. لو بيدخن حطي له الطفايه جنب الريموت. إيه ما عندكش طفاية كمان؟ لا لو ما عندكش طفايه الاستاذ ياسمين هتقولك على حل. بالظبط، حطوا له ايدك. يا محنك. ايه حطوا له ايدك دي؟ يا جماعه ما تفهموش غلط، حط له ايدك يعني حط له ايدك يطفي فيها السجاير. يعني بدل ما انت ما تحطيش ايدك وتيجي واحده غريبه. انت اولى من الغريب. انت ولا الغريب يا مدام. بالظبط انت اولى من الغريب. انت رقم واحد عندي. بقول لك ايه، انت اساسا لا نافع معاك لا رز بلبن ولا زبادي ولا حتى سجاير. بصي انت اكتبي له رساله وقولي له انك وحشتني. هو قاعد جنبك كده، نورك وظلك، شمسك وقمرك، الرجل الهارب من المجموعة القمرية. ابعتي له على الواتساب كده وهو قاعد جنبك، قولي له تصور تصور وحشتني حتى وانت قاعد جنبي على الكنبة. اوعدك انه بعديها هيربطك في الكنبه على طول. هجيب لكم باقي الفيديو يا جماعه، ما تنسوش الفيديو قصير، في التعليق المثبت هتلاقوا قناتي الثانيه، اتمنى انكم تدخلوا تتفرجوا عليها، بقدم عليها محتوى مختلف. ما تنسوش اللايك والكومنت بيرفع الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش قادرة اقولك اول ما يقرا الرسالة دي هيعمل ايه. هيقوم من جنبه، هيقوم من جنبك يا مدام وهتقفلي له اليوم. ايه يا مدام وحشتني ايه وهو قاعد جنبك على الكنبة؟ ده يوم اجازته يا حبيبتي، يعني تسيبي له الكنبه اساسا وتمشي. سيبي له البيت اصلا وتمشي. سيبيه لوحده يقعد مع ريموته، تليفونه واحزانه واتساباته ويمشي.